ليجانيس هو أصعب فريق واجهه برشلونة هذا الموسم، لدرجة شفنا فيها فليك عم يتحدث لأول مرة عن عشب الملعب، ولكن مش مثل صاحبنا اللي دايما بيتحجج بالعشب. لا، فليك فعلا نقده على عشب ملعب ليجانيس كان منطقي. حتى لامين يامال بين الشوطين اشتكى فليك عن العشب انه كان عم بيواجه صعوبة بتحريك الكرة، ولكن بالحقيقة هي حركة ذكية ومقصودة اصلا من ليجانيس اللي جعلوا عشب الملعب بأطول عشب ممكن قانونيا لحتى يصعبوا مهمة تمرير الكرة بين لاعبي برشلونة، وهذا بيخفف من استحواذ وضغط وخطورة برشلونة. لدرجة طوال الشوط الأول برشلونة ما عمل ولا تسديده على المرمى ليجانيس، وفعلا ليجانيس بمعظم اوقات المباراه كان الطرف الافضل والاخطر. من كثر ما هي مباراه معقده وصعبه على برشلونه، شفنا فليك عم بيضيع وقت، اخذ الكره ورفض يعطيها للاعب ليجانيس، ولكن وبلقطات برشلونه حسموا هذه المواجهه، سواء رافينها اللي شال فرصه هدف محقق في نهايه الشوط الاول، وايضا مارتين اللي قطع كوره وتحولت لهدف لبرشلونه بعد عرضيه رائعه من رافينها، وفي نهايه المباراه انيجو مارتينيز شال فرصه هدف محقق ايضا لليجانيس. برشلونه حصل على 3 نقاط جدا ثمينه، عزز فيها فارق الصداره. بهذا النوع من المباريات بتظهر فيها ملامح البطل، وريال مدريد هذه الجوله راح يلعب مباراه مشابهه جدا لمباراه برشلونه وليجانيس ضد الافيش في ملعب الافيش، ولكن ايضا برشلونه طلع خسران من هذه المواجهه. بالدي انصاب وممكن يغيب عن الكلاسيكو، واللاعب كثير مهم في منظومه فليك سواء بالخروج من الضغط بالبناء وبانطلاقاته الخطيره.